السلام عليكم. كنتمنى نلقاكم الفيديو على خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنحضر بها مسمن بدون عجين وبدون دلك، فقط بالورقه ديال البسطيله وواحد الحشوه اللي رائعه. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وندوزوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كنحتاجو البصله اللي قطعتها قطع صغار، عندي كميه ديال صدر ديال العدند، وعندي الفلفله حمراء والفلفله خضراء كنقطعهم كذلك قطع صغار، كنوضعهم فوق مقلاة، كنضيف ليها كميه ديال زيت الزيتون، كنخلي المكونات ديالي كيتشحروا واحد شويه، وكنضيف ليهم التوابل. ضفت الملح، غنضيف سكينجبير، شويه ديال الحرقوم، وشويه ديال الابزار. نضيف كذلك كميه ديال القزبور معدنوس، وواحد معلقه صغيره ديال صلصه الصويا. الى توفرت ضيفوها، ما توفرتش ما كاينلاش تضيفوها. غادي نحرك المكونات ديالي مزيان ونخليهم حتى كيطيبوا. من بعد غادي نضيف واحد جوج حبات ديال خيزو اللي حكيتهم، جوج حبات كذلك ديال القرعه اللي حكيتهم على شكل طولي، ونخلي الخليط ديالنا حتى كيطيب مزيان. وكنجهد العافيه باش ديك البصله والقرعه والخيزو ما يطلقوش لينا الماء. هنايا صافي الخليط ديالي راه طاب، غادي نطفي عليه وكنخليه حتى كيبرد تماما. عاد كنبدا نعمر به الورقه ديال البسطيله. كنحتاج الزيت اللي كندهن به سطح العمل. غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله وكنوضع الحشوه وكنبدا نشكل فيها بحال المسمن، يعني المسمن العادي. انا درت هنايا، يعني درت المسمنه الاولى عمرتها، ودرت الورقه ديال البسطيله عاودتها يعني جوج مرات. هنايا خديت الورقه الثانيه ديال البسطيله كندهنها بالزيت، وغادي ناخذ المسمنه اللي عمرت الاولى وكنوضعها يعني في الجهه اللي طويت فيها الورقه، وكنعاود نطويها المره الثانيه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل يعني المسمنات ديالي. من بعد ما كملت التعمار ديال المسمن، هنايا خديت مقله
وضعتها فوق النار ودهنتها بشويه ديال الزيت، وكنبدا نطيب في المسمن. ما كياخد ليناش بزاف ديال الوقت، دغيا كيطيب. يعني كل مره كنبقى ندهن بالزيت. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملو كامل. من بعد ما كملت المسمن، انا كاضافه وضعت فوق منه كميه ديال الفرماج. يعني ممكن نضيفوه وممكن لا، راه كيجي مقرمل وكيجي رائع. نقولوا بلي انه راه محضر من العجينه ديال المسمن ماشي من الورقه ديال البسطيله. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.